السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إذا متابعينا الكرام، منذ اليومين الماضيين ظهرت بعض التقارير والتسريبات التي تتحدث عن هلاك ووفاة أحمد أويحيى الوزير الأول في حضارة الجزائر السابق في العهد ديال بوتفليقة، والأنباء تقول على أن المسألة هي مسألة تصفية لهذا الشخص اللي هو الوزير الأول، اللي بالمناسبة هو صاحب مقولة الفقاقير، هو اللي خرج هذه المقولة ديال الفقاقير في أحد الندوات واللقاءات الصحفية. جاي يقول الجمع ديال فقير بلاص ما يقول فقراء قال فقاقير، وهذه المسألة معروفة. إذن الأخبار تقول متابعينا الكرام على أن أويحيى تم تصفيته داخل السجن أو داخل الزنزانة ديالو حيث يتواجد، لأنه بطبيعة الحال تم اعتقاله في الفضيحة ديال السيارات، نفخ العجلات ديال السيارات، ولفقوا له تلك التهمة، مع العلم أن هذه القضية هي قضية نظام حضارات الجزائر بأكمله، اللي حاول على أنه يقلد المغرب في مسألة صناعة السيارات، ولكن فشلوا ورجعوا ريوسهم أضحوكة ولصقوا هذا الشيء بطبيعة الحال لكبش فداء اللي هو أحمد أويحيى. لكن الخطير في الموضوع متابعينا الكرام وهو أن أحمد أويحيى بطبيعة الحال هو عارف على أن هذه القضية ديال الفضيحة ديال السيارات في حضارة الجزائر هي تهم نظام حضارة الجزائر بأكمله وليس هو وحده، فأراد أن ينتقم أو أراد أن يهدد نظام الحضارة أو الجهة الحاكمة الآن في حضارة الجزائر، الجهة ديال شنقريحة بالتحديد. هددهم بأنه غادي يفضح بعض المعلومات المتعلقة ببوتفليقة، تحديدا على أنه مات سنة 2018 وليس يعني كما أعلن نظام حضارة الجزائر، لأنه بطبيعة الحال كما نعلم فبوتفليقة كان قد اختفى نهائيا عن المشهد منذ سنة 2018، وهناك بعض التقارير التي كانت تقول على أنه فعلا مات في 2018 وليس كما أعلن نظام حضارة الجزائر. فأثناء جلسات محاكمته كان أحمد أويحيى يهدد نظام حضارة الجزائر بأنه غادي يفضح معلومات حساسة عن بوتفليقة ويعني الأسرار ديالو والأسرار المتعلقة أيضا بنظام حضارة الجزائر. فعلى ما يبدو أنه تمت التصفية ديالو، مع العلم على أن أحمد أويحيى لم يظهر منذ مدة طويلة جدا، وفي الغالب هذه المسألة قد تكون صحيحة أن نظام حضارة الجزائر قام بتصفية أحمد أويحيى داخل السجن أو داخل الزنزانة ديالو، وهذا غير مستغرب بطبيعة الحال بالنسبة لنظام الحضارة، نظام الاغتيالات حتى بينهم يغتالون بعضهم البعض تماما كما حصل مع هالك المقبور القايد صالح الذي قام شنقريحة باغتياله، وشنقريحة هو الآخر المصير ديالو لن يختلف عن مصير هؤلاء، لأن هذه الطبقة هي طبقة متناحرة فيما بينها على السلطة وعلى الأموال وما إلى ذلك من هذه الأمور. إذا متابعينا الكرام سوف نبحث وننتظر إلى أن تظهر معلومات جديدة فيما يتعلق بهذه المسألة، إن كان أحمد أويحيى فعلا قد تم اغتياله داخل السجن أم ما زال حيا أم الوضعية ديالو بالذات شنو واقع بالضبط. إلى ذلك الحين أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.